مساء الخير، أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. أنا سلوى عبد ووردبريس ديفلوبر وشوبيفاي اكسبرت. هنتكلم النهاردة عن 5 أخطاء في مواقع شوبيفاي. لو أنت عندك موقع شوبيفاي احتمال تبقى واقع في واحدة فيهم، وده لأن أنا بشوف ناس كتير قوي واقعة في الأخطاء دي. الفيديو ده هقولك ايه هما ال5 أخطاء وكل الحلول بتاعتهم، وبس كده يلا بينا. أول حاجة عندنا في الأخطاء دي، أول حاجة إن صفحة المنتج ما تكونش واضحة أو تكون معقدة بالنسبة للكلاينت اللي داخل يشتري. يعني مثلا ممكن نختصرهم في كام نقطة، ولكن لو فضلنا نتكلم على صفحة المنتج 5 سنين مش هنكفي ولا نوفي. أوكي، ولكن ناخد بالنا من 4 نقط في صفحة المنتج، وهي إن نصوص كتير ملهاش لازمة. يعني أنا بزود بس لمجرد إن أنا أكتب وصف أو تكست أو ودي كلها نوعا ما حاجات ملهاش لازمة أو بكرر فيها. دي حاجة غلط جدا. ان احنا نحط صور مش واضحة، برضو حاجة غلط جدا. ان احنا نعمل اي ترتيب عشوائي، مفيش حاجة اسمها ترتيب عشوائي. احنا بنعمل الصفحة او استراكشر يخلي العميل يشتري، فما ينفعش تعمل حاجة بأي ترتيب كده وخلاص او لمجرد ان هو شكله حلو، برضو لأ. وان المميزات ما تكونش واضحه من كتر الكلام اللي انا كاتبه. طيب انا كاتب فيتشر، طيب ما هو مش واضح الفيتشر اللي انت كاتبها دي للناس، اوكي، من كتر الوصف. طيب الحل ايه؟ او المفروض الشكل الصحيح لصفحه المنتج ايه؟ ان احنا نكتب العنوان يبقى واضح وقصير، ما يبقاش طويل. المفروض نحط صور جودتها عاليه جدا. المفروض نكتب البوينت تكون مختصره وكاتبين فيها كل المميزات والفيتشر بتاع البرودكت او المنتج ده. اوكي، والوصف يكون بسيط ومباشر، وفي نفس الوقت ما يأثرش في ان احنا مثلا عايزين نكتب كل حاجه عن المنتج. طيب اكتبوا كل حاجه عن المنتج، لكن مش معنى ان هو يبقى قصير ان انت ما تكتبش كل حاجه عن المنتج. لا، تكتب كل حاجه عن المنتج بس ما تزودش كده وخلاص. المفروض يكون في فيديو او فيديوهات قصيره عن المنتج، يعني حقيقيه. اوكي. تاني خطأ معانا ان مفيش سوشيال بروف، يعني مفيش تقييمات من العملاء، مفيش تقييمات على البرودكت ده. مفيش صور من العملاء على ارض الواقع، تستمونيال اللي هو مثلا حد وصل له المنتج وصوره وبعت الفيدباك بتاعه. دي لازم حاجه تكون موجوده. مفيش تراست بادجز، مفيش ريفيوز. دي حاجه تخوف اي حد من اي برودكت حرفيا. اوكي. طيب الحل ايه؟ ان احنا يكون عندنا من 5 ل10 تقييمات، ان يكون في صور وفيديوهات من العملاء حقيقية اللي هي تستمونيال، يبقى الريتنج عالي، ونستخدم ابس قوية. طيب في ناس هتقول طيب يا سلوى لو البرودكت جديد وهو اصلا مفيش اي حاجة من دي فعلية، الموضوع ده بيكون له حلول تانية، بس برضو مش بنسيب المكان ده فاضي. اوكي. الخطأ التالت معانا ان معلومات الشحن مش واضحة. يعني انا مش موضح اي حاجة ولا بتكلم عن الشحن في الويب سايت كله، في صفحة البرودكت، في اي حاجة مش بتكلم على نقطة الشحن دي خالص. فالعميل لما يطلب البرودكت بتاعه يوصل للتشيك اوت ولسه بيتفاجئ ان اصلا في رسوم شحن. دي مش افضل حاجة. انت المفروض بتوضح سياسة الشحن بتاعتك. مفيش كمان سياسة شحن مكتوبة. مش موضح المدة المتوقعة اللي الاوردر هيوصل للعميل فيها. دي برضو حاجة سيئة جدا. لكن لو هنفترض ان انت كاتب سياسة الشحن بتاعتك واضحة، موضح الشحن بتاعك، وموضح مدة التوصيل هتبقى قد ايه، فانت كده تجنبت الخطأ ده. اوكي، قلنا نذكر مدة التوصيل المتوقعة، ونكتب تكلفة الشحن في صفحة المنتج، ونستخدم الاناونسمنت بار نكتب فيه فري شيبنج. ده لو ده في حالة ان احنا عندنا اصلا فري شيبنج. اوكي، فنكتبها كده بالبونت العريض زي ما بيقولوا في الموقع بالكامل ان انا عندي فري شيبنج. اوكي. رابع خطأ معانا ان المتجر او الموقع بتاعنا بطيء. طيب البطء ده بيجي بسبب ايه؟ بيجي بسبب صور كبيرة، وبيجي بسبب ابس كتيرة، وبيجي بسبب سيم اصلا احنا مستخدمينه والسيم ده تقيل، وبيجي بسبب سكريبت زيادة. اوكي. طيب نحل بقى النقطة دي ازاي؟ المفروض ان احنا نضغط الصور بتاعتنا ونضغطها، وفي نفس الوقت ما نخلش بجودة الصورة، فالعميل اصلا ما يبقاش شايف المنتج او البرودكت بتاعه شكله ازاي، برضو لا. ونحذف اي ابس احنا مش عايزينها او مش محتاجينها، ونستخدم سيم سريع، ونختبر السرعة بتاعت الموقع بتاعنا اول باول. اوكي. طيب الخطأ الخامس والاخير معانا التشيك اوت
مليان حاجات كتير ملهاش لازمه بتشتت العميل. انا مهمه التشيك اوت عندي ان العميل يعمل التشيك اوت، ما يفكرش او ما فيش حاجه تضايقه او تشتته بان هو يعمل الاوردر ده. اوكي، فنتجنب ان احنا نحط الوان كتير، المفروض الدنيا تكون بسيطه على قد ما نقدر. نتجنب نهائيا ان يكون في اي بوب ابس في صفحه التشيك اوت، ما ينفعش يبقى في اي عناصر مشتته خالص للعميل، ونشيل اي خطوه ملهاش لازمه في التشيك اوت. اوكي، تشيك اوت بسيط وواضح، المفروض نحط بادجز للثقه، ونوضح طرق الدفع بتاعتنا، ونوضح سياسه الارجاع البرودكت، سياسه الارجاع والشحن واضحه كويس جدا. اوكي، فاحنا كده عندنا 5 نقط قويه جدا، لو التزمنا بيهم الموضوع ده هيفرق معانا حرفيا جامد جدا، خصوصا للناس اللي فعليا متجاهلاهم. صفحة المنتج هدفها ان احنا نشتري المنتج، ولو نقدر ان احنا نخلي العميل يشتري منتج تاني معاه. اوكي، ودي بتيجي بالبرودكت اللي احنا بنقترحها على العميل في صفحة المنتج اللي هو دخل عليها. اوكي، ان احنا نوفر تقييمات قوية، يبقى من ضمنها فيديوهات وصور من ارض الواقع، العملاء ذات نفسهم هم اللي مصورينها، لان العميل بيصدق العميل مش بيصدق الشخص اللي بيبيع له. اوكي، عشان نخلينا عارفين النقطة دي. والشحن بتاعنا يبقى واضح، لو عندي فري شيبنج هكتب ان هو انا عندي فري شيبنج في الموقع كله، في الانونسمنت بار على الموقع كله. لو ما عنديش فري شيبنج هوضح الشحن عندي قد ايه على صفحة المنتج. نحسن السرعة بتاعتنا وما نضيفش حاجات تتقل السرعة بتاعت الموقع، لان لو العميل لقى ان الموقع بيحمل هيخرج منه ومش هيستناه يحمل، قلناها كذا مرة. ونمنع اي تشتيت يحصل في التشيك اوت عشان العميل يقدر ان هو يطلب البرودكت بتاعه. وبس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عايز البرزنتيشن او الفايل اللي انا كنت بشرح عليه ده، ممكن تبعت لي على لينكد ان وابعته لك. وبس كده، والسلام عليكم.